بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنقدم فيها التومية السوري بطريقة سهلة وبسيطة بمكونين اتنين بس موجودين عندنا في اي بيت. وهقولك ازاي تتغلبي على التكة بتاعة التوم الني اللي بتخلي تعمل انتفاخات وألم في المعدة. هقولك ازاي تتغلبي عليها بخطوة واحدة بس. التومية السوري بطريقة سهلة وبسيطة جدا، زي ما احنا شايفين القوام بتاعها جميل جدا. يلا نعملها مع بعض، بس في الاول كده يلا اعملي لي لايك وشير واشتركي معايا في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش. اول حاجة عندي بياض البيض. بياض بيض ده 3 حبات من البيض، اخدت البياض بتاعهم. كوباية من اللبن، وعندي 5 6 فصوص توم، 3 4 زي ما بتحبي نسبة التوم في التومية. هنعملها بخطوتين اتنين بس. اول حاجة عندي 3 حبات من البيض، خدت البيض بتاعهم. هعمل فيهم ايه؟ هحط عليهم رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، تقريبا نص معلقة من الملح. طبعا لو انت عندك فلفل ابيض، الوصفة الاصلية فيها فلفل ابيض، بس انا ما عنديش غير فلفل اسود. ونركن دول كده على جنب ونشوف هنكمل بقية وصفتنا ازاي. هنا عندي بقى اللبن بتاعي، عندي كوباية من اللبن، وممكن تستبدليها بمية على لبن، وممكن مية بس اللبن طبعا بيديها طعم مميز. وعندي معلقة من النشا، يبقى كوباية من اللبن عليها معلقة من النشا، معلقة مش مليانة كده من النشا. ندوبهم كده على البارد، وهقولك هنكمل بيها ازاي. يبقى انا عملت ايه؟ حطيت معلقة من النشا على كوباية من اللبن، او لبن على مية، او مية بس زي ما بتفضلي. و3 حبات من البيض، عليهم رشة من الملح ورشة من الفلفل. وضيفي كمان معلقة من الخل، بس ما جاتش معايا في التصوير. بعد كده هاخدهم على الكبة بتاعتي. في ناس هتقولك ما احبش البيض ني، هنسويه مع بعض وهقولك هنسويه ازاي. هاخد بياض البيض ده واضربه في الكبة كويس جدا. هفضل اضرب فيه من دقيقة ل3 دقايق لحد ما يديني قوام كريمي. زي ما احنا شايفين كده حبايبي مع بعض، هنضرب البيض بالملح بالفلفل لحد ما نحصل على القوام الكريمي، هوريهولك معايا دلوقتي. زي ما احنا شايفين كده. هبدأ بعد كده بقى اخد معايا الزيت، وننزل سرسوب كده والكبة شغالة معايا. وطبعا لو ما عندكيش كبة ممكن تستخدمي الخلاط. وهنبدأ ننزل بالزيت بتاعي، تقريبا اخدت معايا نص كوباية من الزيت. ونضرب ضرب كويس جدا برضو من دقيقة ل2 لحد الزيت ما يمتزج مع بياض البيض. دي يا جماعة الوصفة الأصلية لعمل التومية، اللي زي ما بتقدم في المطاعم بالظبط بيعملوها بنفس الخطوات دي. كده خلاص احنا ضربنا معانا بياض البيض مع الزيت مع الملح مع الفلفل. وعندي هنا 5 6 فصوص من التوم ده انا خدته غلوة على النار. بتسلقيه نص سلقة على النار عشان تتخلصي من التوم الني، ولو حابة تضيفي التوم ني دي حاجة ترجع لك. بعد كده عندي على النار النشا مع الكوباية من اللبن. هفضل اقلب فيهم تقليب مستمر كده لحد ما يتقل معايا والنشا تستوي مع اللبن. دي وصفة سهلة وسريعة، جربيها ان شاء الله هتعجبك للتومية. هنا بقى خلاص القوام بتاع اللبن بدأ والنشا يتقل مع بعضه كده ويديني قوام كريمي. هرفع من على النار على طول بمجرد ما النشا تدوب مع اللبن. ناخدهم كده مع بعض بقى وهم سخنين، وهو سخن كده مع بعض، ده اللي هيسوي لي بياض البيض. ما استناش لما الخليط ده يبرد وبعد كده اضيفه على بياض البيض، لا انا هاخده وهو سخن كده زي ما انت شايفه معايا بيدخن. وطبعا البيض بيستوي من اقل درجة حرارة، وده هو اللي هيسوي لي البيض بتاعي. وبكده يبقى انا تغلبت على نقطتين: البيض النايب اللي انا حطيت عليه النشا وهي سخنة، والثوم اللي بيتعب المعدة بان احنا نديله غلوة على النار. وضفت معلقة صغيرة من السكر، وهاخدهم اضربهم كويس جدا في الكبة لحد كل الخليط ده ما يمتزج معايا. وبكده نكون عملنا احلى تومية سوري تقدميها مع مشويات مع شاورما. وهنا دقت الملح لقيته مظبوط. دي وصفة سهلة وسريعة لعمل التومية. وفي نهاية الفيديو اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك معلومة مفيدة وسهلة وسريعة لعمايل التومية السورية. هنقدمها مع فراخ مشوية، وان شاء الله هنزلك وصفة الفراخ المشوية. بس يلا كده لو انتي لسه ما اشتركتيش معايا في القناة، اشتركي وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك الفيديو بتاعي.
التومية السوري يا جماعة ليها كذا طريقة بتتعمل بيها. دي طريقة من ضمن الطرق ان احنا بنقدمها بيها، وانا كنت نزلت لكم برضو وصفة فيها قبل كده ما فيهاش بيض. الطريقة اللي تريحك وتعجبك اشتغلي بيها. زي ما احنا شايفين القوام معايا ممتاز. بتحطيها كمان في التلاجة. ده قوامها بعد ما طلعت من التلاجة، يعني احنا كنا لسه الطبق الاولاني كان لسه في التلاجة، والتاني حطيناه صبيناه مع بعض كده، وقوامها بيكون جميل جدا وطعمها مميز. جربي طريقتي في التومية هتعجبك ان شاء الله. وصفة سهلة وسريعة، جربيها وهتعجبك. وزي ما قلتلك البيض طبعا استوى بيه النشا ما بقاش ني، وكمان التوم ادينا له غلوة على النار لحد ما بقى نص سوا وكده استوى. يلا مع السلامة.